اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند مع مراجعة جديدة لفيلم Mother of the Bride. Best thing you can do is relax. فيلمنا من بطولة بروك شالدز وبنجامين برات وميراندا كوزجروف وراتشل هاريس وشون تال، ومن كتابة روبن برنهايم وإخراج مارك ووترز. قصة الفيلم بتحكي لنا عن حفل زواج إيما اللي هيتم في خلال شهر في تايلاندا، وإيما بتبلغ والدتها لنا بالخبر ده. فخلينا ناخد خلفية عن إيما ولنا علشان الموضوع يكون مهضوم بالنسبة لك. إيما في الأساس بتكون ابنة لنا، وهي انفلونسر على السوشيال ميديا بتخش في علاقة مع شخص اسمه RG، فRG بيتقدم لها للجواز، وإيما طبعا بتوافق على ده، وتفاجئ والدتها لنا بالقرار وان حفل جوازهم هيكون الشهر اللي جاي. ولنا هي بكل تأكيد والدة إيما بتشتغل طبيبة في علم الوراثة، فمع معرفتها بشكل مفاجئ من بنتها انها تتجوز الشهر اللي جاي هي بتكون متحفظة بشكل مش طبيعي على القرار، لانها شايفة انها متسرعة جدا في اتخاذ قرار مصيري زي ده. ولكنها لما بتشوف بنتها مصممة على الموضوع بتقتنع بشكل ما، وبتشوف ان سعادتها هتكون في سعادة بنتها بكل تأكيد. وهنا تكون مفاجأة الفيلم، واللي هي مش حرق اطلاقا للاحداث بالمناسبة، ده الخط الرئيسي اللي بيمشي عليه حبكة الفيلم، وهي ان RG خطيب بنتها والده بيكون هو الاكس بتاع لنا ايام الجامعة، واللي كانت بينهم علاقة حب مش طبيعية. ومن هنا تنطلق احداث فيلمنا. فيلم Mother of the Bride قدم لنا تجربة خفيفة بقصة متوازنة جدا ومحبوكة حلوة قوي. واللي انا لاحظته هنا ان الممثلين بيتعاملوا بشكل تلقائي كأن الموضوع مش تمثيل، وده نتج عنه نكت فعالة ومواقف ظريفة، وكان باين جدا الألفة بين شخصيات العمل وبين بعضهم. ولما قرأت شوية عن العمل وانا بحضر السكريبت ده لقيت تصريح من مخرج العمل بيقول فيه ان الفيلم كان اشبه من حفل زفاف حقيقي، بحيث انهم ما كانش عندهم حاجة يعملوها في فترة شغلهم على الفيلم غير انهم يتعاملوا مع بعضهم كأسرة وعيلة حقيقية، لان ببساطة ما كانش فيه غيرهم، كانوا بيعيشوا مع بعضهم في نفس الفنادق وبياكلوا من نفس المطاعم اللي بيصوروا فيها. وده خلق ألفة مش طبيعية بين صناع العمل، خلتهم يطلعوا الموضوع بشكل حقيقي جدا. وفعليا ده اللي انت هتحسه كمشاهد لما تيجي تتفرج على الفيلم. والفيلم لطيف، مدته مش مزعجة على مستوى المشاهدة، هو ساعة ونص كلها مواقف لطيفة هتفصلك من اي مود سيء انت فيه، والحبكة بين كل موقف والتاني متنفذة بشكل حلو جدا، وفي تطور للأحداث خلى الملل في حكي القصة شبه معدوم، لأن في طبيعة القصص اللي بتتكلم عن الجواز آخرها بيكون معروف وكليشيه. ولكن أنا أضمن لك هنا قصة بتتكلم عن حفل زفاف محبوكة بشكل خرافي، وفيها متعة عالية جدا على مستوى المشاهدة، مع إن على فكرة ببساطة تقدر تتوقع النهاية هتكون عاملة إزاي، ولكن مع سهولة توقعك للنهاية الأحداث نفسها والمواقف بتخلق متعة وبتدي منطقية للنهاية. فهي نهاية متوقعة ولكنها مش مبتذلة ومنطقية. وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لإخواتنا في فلسطين، وما تنسوش تشوفوا فيديوهات تانية عندي على القناة بعمل فيها مجهود أكبر من المراجعات السريعة هنا لأعمال نتفليكس. هسيب لكم اللينكات بكل تأكيد في الديسكريبشن بوكس، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.